جربنا الفطاير الشاميه من كل ارجاء الرياض الا مكان واحد، غرب الرياض، وتحديدا حي السويد، والمعروف بحي المطاعم المميزه. والنهارده احنا في واحد من اقدم مطاعم الحي، مطعم جمر التنور، واللي بيقدم الفطاير بطريقه مختلفه شويه. لما تلاقوا الفطاير بالشكل ده اعرفوا انكم هتاكلوا حاجه على اصولها. ودي فطيره ميكس جبن، واغلب الفطاير هنا بتتعمل على شكل مثلث، وده الشكل القديم للفطاير. وعجينه الفطاير يا جماعه ولا غلطه حرفيا، حتى السبانخ كانت جميله وحشوتها ممتازه، بس انا عجبتني الميكس جبن اكتر. ودي بقى المحمره بس بتيجي دائريه، وعجبني قوي كميه الحشوه اللي بيحطوها. والبيتزا اللي تشيكن رانش عندهم بجد خطيره، بس انا برضو هميل للفطاير اكتر. البيتزا اللي تشيكن رانش حشوتها مظبوطه، سعرها قليل، طعمها تحفه، خطيره بصراحه. والمطعم مؤسسينه اتراك، فطبيعي يكون مميز في المقبلات. ودي واحده من اجمل المرات اللي اكلت فيها ورق عنب حامض وكان دايب حرفيا. والكوبا والسبرينج رولز برضو كان طعمهم جميل. اكتشاف عظيم، وده مش غريب على مطاعم غرب الرياض المميزه. العصاير عندهم مميزه قوي يا جماعه، وعايز اقول لكم الفطاير والعجينه بتاعتها ولا غلطه. كده الفيديو خلص، اشوفكم على خير، سلام.